إبراهيم شيكة شاب بسيط كان معروف وسط ناسه بحبه للزمالك وبضحكته الهادية. ما كانش مشهور، لكن كان ليه ناس بتحبه ومتابعة معاه كل لحظة في رحلته مع المرض. الناس بدأت تعرف قصته لما صورته في المستشفى انتشرت، نايم على السرير، جسمه هزيل، في خرطوم في مناخيره، بس عينه فيها أمل لسه ما سابش الدنيا. جنب سريره كانت مراته، واحدة بسيطة شكلها طيب ووشها مليان رضا وصبر. كانت سنداه بجد، مش بالشو ولا بالكلام. كانت جنبه في كل لحظة، بتبتسمله وهو على سرير التعب، وبتحضنه كأنه لسه زي الأول. شفنا كتير صور ليهم، مرة هو في المستشفى، ومرة وهو في حضنها، ومرة لابس جلابية بيضة وهي جنبه بالاسم. كانوا دايما سوا، مهما كان شكله تعبان هي دايما معاه. ناس كتير سألت، هي دي مراته؟ أيوة مراته. ووقفتها جنبه كانت كفيلة ترد على أي سؤال. فضلت معاه لآخر نفس، كانت آخر حد شافه وآخر صوت سمعه. ما كانش عندهم أولاد، بس حبهم كان أعمق من ألف قصة. مات شيكا، فضلت معاه لآخر نفس، كانت آخر حد شافه وآخر صوت سمعه وآخر إيد شالت راسه. ما كانش عندهم أولاد، بس حبهم كان أصدق من ألف قصة. ومات شيكا، وماتت معاه حتة من كل اللي شافوا قصته وحسوا بيه. بس الست دي لسه عايشة وبتحكي عن واحد كان بيحاول يعيش، وكان بيتوجع بصمت، وبيحارب لوحده وهي جنبه للآخر. مش كل الأبطال بيبقوا لعيبة مشهورة، أحيانا بيبقوا ناس عاديين بيحبوا من قلبهم وبيفضلوا لحد النهاية. وفي النهاية ما نملكش غير الدعاء. ربنا يرحمك يا شيكا ويغفر لك ويصبر قلوب كل اللي حبوك. ادعوله بالرحمة، يمكن دعوة من حد فيكم تكون سبب في رحمته ودخوله الجنة.